الطريقه باش نحط واحد الكول تو اكشن اولا واحد نطلب من الجمهور اللي كيتفرج فيه يديروا واحد الفعل في الاخر ديال الفيديو. اولا المهم غنشوفوا البلايص اللي ممكن تستعمل فيهم هذا الكول تو اكشن. اولا خاصنا نعرفوا علاش ضروري خصني نستعمل الكول تو اكشن في الفيديوهات ديالي اولا لي بوست اللي كنبوستي. لحقاش بفضل الكول تو اكشن غادي تقدر تزيد فولوور. داكشي علاش ضروري خصني نستعملها. خاصك تعرف بلي ان تقريبا الكول تو اكشن كتزيد من الفرصه ديال انك تحول واحد الانسان المشاهد المتابع بجوج ديال المرات. يعني واحد الحاجه اللي ضروريه في الفيديوهات ديالي. واحد التوضيح، ديما ملي نكون كنستعمل واحد الفيديو غيكون تعليمي كنكون كنعطي فيه معلومات ولا كنبين فيهم الكفاءه ديالي، ضروري ندير واحد الكول تو اكشن باش نزيد فولورز. علاش؟ لحقاش هذا النوع ديال الفيديوهات هو اكثر نوع ممكن انني نربح عن طريقه المتابعين. داكشي علاش ضروري نستعمل كول تو اكشن فيها. ما تنساش دير فولو الا عجبك المحتوى، دير فولو، ولا بغيتي نصائح اكثر على كذا دير فولو. الا نفترض انني بوستيت واحد الستيل ديال الفيديوهات اللي تيكونوا قصار، تقدروا تكونوا شفتوهم دابا طوندونس في السوشيال ميديا، كتلقى واحد الفيديو فيه 5 ديال الثواني تقريبا، كتكون فيه واحد اللقطه فيه مثلا معلومه بغيتي تزيد متابعين على انستغرام، كتطلع واحد الكتابه ديال قرا الكابشن، كتهبط كتقرا الكابشن، كتلقى واحد الكابشن طويله. الحاجه اللي كتخلي ملي كتقرا داك الكابشن اللي طويله كتلقى واحد الفيديو كيبقى يتعاود. الحاجه اللي كتخلي الواتش تايم يكون طالع، وبالتالي الفيديو غيمشي فايرال. لحقاش من الاساسيات ديال الفيديوهات باش كيمشيو فايرال هي الواتش تايم، اي مده المشاهده ديال الفيديو. في حاله كنتي كتستعمل هذا النوع ديال الفيديوهات، ممكن انك تستعمل الكول تو اكشن في الاخر ديال الكابشن كما كتشوفوا معايا راني مكادري عليها تما كاينه حط. ما تنساش دير فولو الى عجبك الكونتنت، وهكا عن طريقه نقدر نربح حتى هي متابعين. وهنا غنكونوا شفنا الطريقه الثانيه باش اننا نستعملوا الكول تو اكشن في الكابشن. وفي حالة انا ديجا كنت مثلا طلبت من المشاهدين انهم يديروا لي فولو في الفيديو، نقدر نحاول نستعمل نفس الكول تو اكشن في الكابشن حتى هما ما ندير. ما تنساش دير فولو ولا تابعني للمزيد. وفي حالة كان واحد الفيديو راه ميم ولا ترفيهي، هنا ما كاينلاش تستعمل كول تو اكشن، تقدر دير واحد السؤال في الكابشن هكا باش تخلق الانجيجمنت. مثلا هذا الريل كنت درت فاش اخيرا كضرب 10 في انستغرام، داير هنايا كيشطحوا، درت في الكول تو اكشن ضربتي 10 ولا مازال. ناس في الكومونتير تيقولوا لي ضربناها لا باقي كذا هكا. المهم حطيت سؤال اللي خلق لي تفاعل في الكومنتس، الحاجه اللي غتخلي طونغاجمون يطلع في الفيديو، وفي الاخير الفيديو يزيد يطلع اكثر ويريتش اكثر. وهنا غادي نشوفوا امثله ديال انواع واحده اخرى ديال الكول تو اكشن. مثلا تقدر تقول للناس ما تنساش تخلي واحد التعليق في بلاصه لي كومونتير، او ما تنساش دير سيف للفيديو، ولا دخل لينك اللي في البايو او لا. هنا ممكن نستعملوا كما قلت لكم كول تو اكشن اخرين على حسب النوعيه ديال المحتوى اللي غنبوستي، على حسب النوع ديال الفيديوهات اللي غادي نبوستي. لنفترض انني بوستيت واحد الفيديو اللي فيه البيع، نقدر ندير واحد الكول تو اكشن تكون عندها علاقه بالبيع. حطيت واحد الفيديوهات اللي عندهم علاقه انني كنعطي معلومات كما كنت وريتكم قبل، نستعمل كول تو اكشن فيها فولورز. مثلا كنت كنستعمل واحد البوست اللي فيه شي جيف، نقدر نستعمل كول تو اكشن عندها علاقه بالجيف الى اخره. الا كنتي بصح مهتم بانك تخدم على البيرسونال براند ديالك، زائد انك تكري واحد شورت كونتنت اللي ماشي غير كيمشي فايرال وكيجيب لك لايكس، انما يعاونك باش حتى تكبر البيزنس ديالك. عندك واحد الحاجه اللي كبيره وزوينه بزاف، عاد لونسي توربو جروث كوميونيتي اللي غتلقى فيها دورات ديطايي على البيرسونال براند واخر الاستراتيجي اللي خدامين في الكونتنت. بالاضافه غيكونوا لايف سيشن معايا ومع الطوب ديال الكرييترز في الدومين. وزيد على هذا الشيء كامل غادي تكون واحد الكوميونيتي برايفيت اللي كنهضروا فيها وكنشاركوا فيها كاع الاراء اللي عندنا. يكونوا مجموعين فيها واحد الكونتنت كرييترز او بيزنس اونرز اللي كاملين عندنا نفس الهدف، وهذا الشيء كامل باش نبارطاجيو الاكسبيريونس وكاع الحوايج اللي غيفيدونا باش هكا نكبروا كامل. وغير باش تعرف هذا الشيء كامل غير واحد 20% من داك الشيء اللي مخبي لكم في وسط هذا الكوميونيتي. بالاضافه الا مشيتي تعلمتي وطبقتي داك الشيء اللي غيكون في هذا الكوميونيتي، كون متاكد 100% بانك غادي تحصل على نتائج. بالاضافه على ان كل واحد غيحقق شي نتائج اللي كبار، غير ربح معايا اكسس باش يصور الكونتنت ديالو في الاستوديو ديال ارتيسكيب ايجنسي. وانا والتيم ديالي بطبيعه الحال غادي نعاونوه في الانتاج ديال المحتوى ديالو. بركه ما تضيع في الوقت، كليكي على اللينك اللي في الديسكريبسيون، دير جوين ونشوفك تما.